ده المكان الوحيد المناسب للجو ده في اسكندريه. تصحى الصبح تاخد قهوتك وبالمعنى الحرفي تفصل عن العالم، عشان يبقى ده المعنى الحرفي للسلام النفسي. المكان ده هو بلو فيو اللي موجود في زوق. عندهم فرايتي كتيره للفطار، منها الفطار الشرقي اللي بيبقى فول وفلافل وبيض وكده. وانا مش هقول لك ان الاكل انت مش هتدوق زيه في حياتك، لكن اوفرول الاكسبيرينس يتسافر لها بلاد والله، لانك حرفيا وبدون مبالغه في نص البحر. في فرايتي من الكرواسون لو انت مش عايز فول وفلافل. كرواسون كان فريش، كنت طالبه سموك تركي كان حلو قوي. منيو الغدا والديزرت برضو في فرايتي كتير، ما بين بيتزا وسندوتشات وحاجات تانية زي دي مثلا بيتزا تشيكن ستريبس اللي كانت لذيذه وعجينتها حلوه قوي، والبورشن عملاق. دي لو كانت اتقطعت بالنسبه لك هتبقى احسن، كنت هتبقى وافر ليهم على فكره، عشان الكميه كبيره جدا. مفيش مطعم بيحطوا كل دي ستريبس. جربت وجبه التشيكن كوردون بلو، من وجهه نظري دي ما ينفعش تفوتوها يا جماعه، حلوه قوي 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 بجد. منيو المشروبات كبير جدا، فصلنا ببلو سكاي كده. بعدين دخلنا في ساندوتش البرجر اللي كان بيزك كلاسيك، والعيش كان طازه. كان ستاندرد ساندوتش الكلاسيك برجر الحلو اللذيذ يعني. جبنا الحلو كان كريب رول جواه فاكهه، عليه من فوق وايت شوكليت وشوكليت عاديه. عجينه الكريب كانت حلوه، خفيف مش تقيل خالص. تجربه بلو فيو في زوق بشوفها تجربه فريده.